السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعضينا بيتزا حلوه قوي قوي قوي. انا بعملها من زمان بنفس الطريقه دي. حاجه كده طعمها بيبقى خطير خطير، يعني مش عباره عن عجينه احنا بناكلها مع شويه مكونات فوق الوش. لا، انا بعمل عجينه حلوه قوي 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 وطعمها تحفه، يعني ان شاء الله هتعجبكم قوي. عاوزين تعملوها بميه وميه ودقيق وسكر وملح، تمام. عاوزين تعملوها بالطريقه دي طعمها هتبقى خطير. لو عملتوها بالطريقه دي مش هتستغنوا عن الطريقه دي، لان انا على طول بعملها بالطريقه دي. حد بقى هيجي يقول لي ده المكونات كتيره والحاجه غاليه، احنا كده كده كل يوم بنعمل اكلنا بيخش لنا ما شاء الله في حدود 150 200 جنيه. الحاجات دي كلها مش هتقفل معاكي 100 جنيه، تمام. بس حاجه حلوه وديكي في نفس الوقت بتفرحي اولادك. بس هتبقى عجينه حلوه وطعمها حلو، غير ما هتعملي عجينه بيكون بميه وملح وسكر وبس. قالوا بقى يا حبايبي اوريكم ايه هي المقادير بتاعه البيتزا. ماشي، هخليها لكم طعمها حلو كده، وان شاء الله هتعتمدوا كل مره تعملوا الحركه دي، يعني تعملوها بنفس النظام ده. انا معايا هنا كيلو دقيق، انا الدقيق اللي بستعمله اسمه الاصيل، ومعايا بردك الكوثر، يعني بستعمل ده يا اما ده. ماشي، الاتنين دول بيديكوا نتيجه حلوه قوي. ومعايا هنا كيس لبن بودر، ومعايا كيس خميره، ومعايا هنا علبه زبادي، ومعايا بيضتين. مش عاوزين تحطوهم بلاش، مش عاوزه تحطي لبن بردك بودر بلاش. انا بقولك الحاجات الاختياريه اللي هما اللبن البودر والحاجات دي اختياريه. عندك ما عندكيش براحتك. عايزه تعجني بميه وما تعجنيش بلبن، تمام بردك، بس صدقيني الطعم بيبقى طعمه جميل بالحاجات اللي انا هقولك عليها دي. معايا هنا كوبايه الا ربع كده لبن، هعوز لبن تاني ابقى احط اللبن دافي، ها. ومعايا هنا معلقتين ونص من المايونيز يكون كبار، ومعايا هنا نص كوبايه من الزيت دي اللي هنلم بيها العجينه. ومعايا هنا معلقه كبيره بصل بودر وتوم بودر برضك بحطها في العجينه. ومعايا هنا معلقه زعتر، ومعايا معلقتين من السكر كبار، ومعلقه صغيره من الملح. ماشي، تعالوا بقى نعجن العجينه. معايا هنا كيلو يا حبايبي كده، معايا هنا كيلو دقيق، ولا بنخله ولا حاجه. الدقيق ده نضيف قوي قوي وجميل قوي، ده هو بتاع الكوثر او التاني. وبعد كده هحط معاه ايه الحاجات الجافه كلها، اللي هو الزعتر، معلقه كبيره من الزعتر، معلقه كبيره من بصل بودر على الثوم بودر، معلقتين من السكر، معلقه صغيره من الملح. هنحط كده المكونات دي مع بعضها، نروح مقلبين بقى الحاجات الجافه كلها مع بعضها. ومعايا هنا كيس لبن بودر، كيس حلو قوي ده بقى، هيخليها لك جميله وطريه كده وحلوه قوي. بردك هتقلبي كده المكونات دي كلها مع بعضها كده. وبعد كده تحطي كيس الخميره. طب كيس الخميره انت مش هتحطيها مع اللبن، الكيس الخميره انا لسه مشترياه ويعني ما فيهوش حاجه، انا عارفه اللي هو هيبقى كويس اهو. يبقى انا حطيت المكونات الجافه كلها مع بعضها. تقلبيه بقى كده مع بعضه حلو قوي، وتروحي حاطه له حاطه بقى علبه الزبادي. عايزه اقول لك انا بعملها والله العظيم بتبقى جميله وهشه وحاجه كده تحفه. انا بحطها علبه الزبادي دي، اي علبه زبادي عندك، علبه الزبادي الثانيه اللي هي بتاعت الشركات تمام، عندك البلدي تمام، اي حاجه هتنفع. وهحط لها بردك نص كوبايه لبن. هنعجن وهنشوف العجينه هتعوز ايه. ومعايا هنا معلقتين كبار من المايونيز. المايونيز ده بقى هتديها طعم تحفه، هشاشه كده وطعم حاجه كده جميله، ومش هتبان على فكره، يعني حتى لو انت العجينه دي عاوزه تعملي منها حاجه حلوه هتنفع برضه. المايونيز ما بيبانش، المايونيز بتخليها طريه وجميله وهشه من جوه كده اهو. تروحي بردك مقلبه كده اهو. هنتعامل بقى بايدينا دلوقتي، وهحط بس هنحط هنا البيضتين كده اهو. بحط البيض هنا عشان لو في بيضه بايظه ولا حاجه ما تبوظليش العجينه. اهو يا حبايبي دلوقتي بقى هنشوف العجينه محتاجه ايه وهنعملها كده. هنعجنها بقى دلوقتي. معايا البيضتين اهو، هحطهم بردك اهو كده. البيضتين دول بقى جمال جمال جمال، بيدي للعجينه طعم وهشاشه
غير طبيعيه اهي كده اهو. هنعجن بقى المكونات دي كلها ببعضها، هنشوف هتحتاج ايه. هتحتاج بقى دقيق، هتحتاج لبن. لو انت خايفه ما تظبطش معاكي الدقيق في الاول في العجن، بتحطي شويه دقيق ايه على جنب، وبعد كده بتلمي بيها العجينه. اما انا عشان عارفه المكونات صح، هو ده اللي هعجن بيه. بس بقى تعجنيها عجنه حلوه كده عشان عاوزاها تبقى ناعمه وحلوه. عاوزه اقول لك البيض ما بيبانش طعمه خالص في قلب العجينه، ولا البيض ولا اي حاجه من اللي انا حطيتها دي بتبان طعمها. ده بالعكس بتديها طعامه ولذاذه كده، حاجه كده تحفه. هحط بقى كميه اللبن كمان اهو. اللبن يكون دافي. هنقعد بقى نعجن فيها حبه حلوين كده اهو، لحد ما نخلي العجينه ايه طريه وحلوه. الدقيق اللي انا بجيبه كمان نوعه حلو، الدقيق بتاع المخبوزات بجميع الاغراض ده حلو قوي. نحط له بقى شويه زيت عشان تلم معانا حبه بحبه كده. دلوقتي بعد ما عجننا العجينه بص اهي بقت جميله خالص. عجنيها يعني 10 دقايق كده، فوق ال10 دقايق تمام. كل ما تعجني فيها كل ما هتبقى حلوه قوي اهو كده اهوت. بص العجينه هتلاقي ملمسها ناعم كده اهو، تعرفي على طول ان العجينه هتطلع ان شاء الله حلو اهي كده اهوت. وطبعا هنحط لها بقى شويه زيت من اللي هما ايه فضلوا في الاخر. تدهنيها بس وشها كده زيت عشان ما تشققش منك كده. نحطها بقى. انا دلوقتي مشغله الفرن ومسخناه كويس قوي عشان تلحق تخمر. ودلوقتي هغطيها بايه، هغطيها دلوقتي بالكيس كده واغطيها بفوطه برضه. فوطه حلوه كده ونضيفه زي دي، تروحي حطاها كده اهو. ده فيها حلوه قوي. دلوقتي انا هحطها في قلب الفرن سخن، وهسيبها يجي في حدود ساعه كده اهوت، واجي اوريكم بقى هنعمل ايه فيها. تعالوا بقى دلوقتي هنعمل مع بعضنا السجق. دلوقتي يا حبايبي بقى نعمل ايه معانا السجق كده. نحط شويه زيت صغيرين، نسيبهم بقى لما يسخنوا حلوه قوي. انا نفسي تعملوا بقى طريقه العجينه دي، والله العظيم هتحبوها قوي قوي. يعني حتى اولادكم هتحس ان فيه طعم مختلف عن بتاع بره. بتاع بره عباره عن دقيق وملح وسكر وميه. عايزه تعجني انت حره بقى، عايزه تعجني بميه اعجني، عايزه تعجني بلبن وتحط لها حاجات قيمه غذائيه زياده اعمليها زي ما انا عملتها. انا دلوقتي معايا كيلو اهو من السجق، مقطعاه صغير كده زي ما انت شايفه، مقطعاه الحجم ده. ومعايا هنا معلقتين 3 كده من الزيت، انزل بقى بيهم كده. طبعا انا مش هحط بصل عشان كده ايه، انا عيالي ما بيحبوش الصراحه البصل في السجق، انا بحبها كده اهو. هتقلبيها بقى تقليبتين كده ونحط بقى الايه الخضار فوقيها. تقلبي بقى فيها كام تقليبه كده اهو، وارجع لكم تاني اهو يا حبايبي. بعد ما بنقلب فيه كده لحد ما تحسي ان الواحده بقت لوحدتها، روحي حاطه لها بقى الايه الخضار بتاعها. ايه هو الخضار؟ عباره عن طماطم. عايزه تحطي بصل حطي، بس انا عشان مش هحط بصل عيالي ما بيحبوش بالبصل. وهحط له خضار كده، هحط له فلفل اخضر وحته فلفل حاميه كده، نص قرن من الفلفل الحامي. واحط لها معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكمون، ونحط ملح شويه كده من الملح، معلقه صغيره برضك ملح، مهدقهاش قوي اهي، معلقه صغيره. هنقلب بقى الحاجات دي كلها ببعضها كده. كله بقى احلى سجق. عايزه تحطي بصل يبقى تحطي الاول بعد ما تحطي الزيت، تحطي البصل تشوحيها تشويحتين 3، وتروحي حاطه عليها السجق، تشوحي السجق مع البصل، وبعد كده تحطي عليها الخضار ده اللي هو الفلفل والايه والطماطم. هتسيبيها بقى ايه تستوي مع بعضها كده اهوت. كل الصوص اللي فيها كله هيشرب بعضيه وهيبقى طعمه حلو قوي. تعالوا بقى اوريكم بعد كده هنعمل ايه في البيتزا. واهو يا حبايبي دلوقتي بعد ما العجينه خلاص خمرت بقت جميله كده، بسم الله ما شاء الله تحفه. دلوقتي بقى ايه هنفورها كور. دلوقتي اهو يا حبايبي دلوقتي بعد ما الخميره اختمرت كده وبقت جميله، هنعمل ايه بقى؟ هنكورها ازاي؟ انا دلوقتي الخميره دي العجينه دي هتعمل لي ايه 5 كور كبار حلوين كده.
هيعملوا صينيه حلوه كبيره. بس العجينه بسم الله ما شاء الله جميله وطريه وحاجه كده قمر اهي. بصي عامله ازاي. ما تطلعيش بس ايه التخمير اللي انت مخمراه في قلبيها، لان هي كده كده قبل ما تخلصي صينيه وتحطي التانيه هتكون برضه خمرت تاني شويه معاكي اهي كده اهو. بصي العجينه قد ايه هشه وجميله اهي. هتعمليها بقى كده اهو، تعمليها بقى كور كده جنب بعضها. انا هعملها يجي 5 يعني، هعمل 5 وحيد كده كبار حلوين كده 3 ودول كده هيعملوا لك 2 اهي. كده عملوا لي 5 ايه فطاير، 5 بيت زيت. الحشو بقى اللي انت عاوزاه، اي حشو انت عاوزاه اعملي بيها كده اهو. نمسك بقى كيس نضيف كده اهو، واروح ايه هجيب كيس نضيف كده واروح فاتحاه من هنا كده عشان العجينه معانا ما تشققش ولا تنشف اهي كده اهو. هتروح مغطيه العجينه بتاعتك كده. معانا ايه بقى الحشو بتاعنا؟ انا هعمل النهارده بالسجق وهعمل باللحمه المفرومه. انت بقى اي حشو انت عاوزاها اعمليها. تعالي بقى اقول لك انا معايا ايه. معايا هنا كيلو من السجق عملته بالطماطم معاكم اهو، ومعايا ربع كيلو من اللحمه. كان عندي حته لحمه كده في الفريزر طلعتها وعصرتها، وعندي هنا جبنه موتزاريلا على جبنه شيدر حطاهم الاتنين على بعض، وعندي جبنه موتزاريلا من غير حاجه خالص، وعندي فلفل مقطعاه طرنشات كده حلقات، ومعايا قرن فلفل بس حامي، ومعايا هنا زيتون مخلي، ومعايا هنا طماطم مقطعها كده جوليان او شرايح زي ما انتوا عاوزين قولوا، ومعايا هنا الطماطم بقى الصوص اللي طلع من قلب السجق حطيته مع الطماطم عشان تديها طعم حلو برضه. هنحط ايه بقى مع الطماطم؟ هنحط معاها ملح، نحط معلقه حلوه كده ملح، وهتحطي فلفل اسود حبه كده من الفلفل الاسود، وهنحط مع بعض. انا حاطه البصل البودر والثوم البودر مع بعض، هنحط برضك منهم حبه كده، ومعايا هنا معلقه كده من الزعتر. الزعتر ده بقى بيخلي طعم البيتزا والعجينه والصلصه جميله جدا. ومعايا هنا برضك ايه، معايا هنا كاتشب 3 4 معالق كده من الكاتشب حلوين، هروح حطهم عليهم كده هتديكي طعم جميل قوي برضك اهو. عايزه تعملي بالكاتشب بس تمام، عايزه تعملي بصلصه بس تمام، زي اللي انت عاوزاه اعمليه. بس انا بقولك الحاجات اللي هي فعلا بتاعت البيتزا الحقيقيه هتطلع لك احلى بيتزا. والزعتر ده بيخلي ريحه العجينه تحفه كده اهو. معايا ايه بقى؟ معايا الصينيه بتاعتي كده اهو يا حبايبي. دلوقتي بقى هنحط شويه زيت كده في الصينيه كده من تحت اهي كده، وبعد كده تدهني كده عشان ما تلزقش في قلب الصينيه كده شويه زيت، وبعد كده ندهن بقى الصينيه بتاعتنا كده عشان ما فيش حاجه ايه تلزق في قلبها كده اهو. نروح بقى جايبه كره من اللي احنا مكورينها بقى هنا كده اهي، وتروحي فردها كده. انا مش عاوزه اقول لكم على العجينه وجمالها وهشاشتها وتحفه. شوفوا بقى الطعم بتاعها كمان هيبقى عامل ازاي. هتحس انها فطير مشلتت، مش هتحس انها بيتزا. نعملها كده بقى كده، دوريها كده يا حبايبي. دلوقتي بعد ما فردناها كده ودورناها في قلب الصينيه هنعمل ايه بقى؟ بالشوكه وتروحي عامله كده عشان ما تخمرش منك تاني وتعلى. هي حلوه قوي السمك بتاعها ده كده. هتاكلي احلى بيتزا النهارده ان شاء الله اهي كده اهو. لو مش عاوزه بقى في الحشو ده بتاعك انت بقى، عاوزه تحطي حشوات ان شاء الله حتى تحطي جبنه بس
هتبقى حلوه قوي. عاوزه تحطي خضار وخلاص برضك بتبقى جميله. اولادنا بيفرحوا بالبيتزا باي حاجه فيها. حط لها بقى شويه صلصه كده في القاعده بتاعتها من تحت كده على البيتزا، عشان هي دي اللي بتطعم كمان الايه البيتزا وبتديها لون حلو. حاجه كده جميله قوي يعني. اهو كده. ادينا هنحاول نعمل كل حاجه في بيتنا برضك انت عشان تشتري بيتزايتين والله بتمن المقادير وبتمن كل اللي انا عاملاه في البيتزا النهارده. صغيره قد كده يعني، البيتزا السخطت بقت قد كده. طبعا اولادنا هيشبعوا ازاي يعني؟ هيشبعوا بحاجه زي كده ازاي؟ مش هيشبعوا طبعا. اما تعمليها في البيت بتبقى كمان منها. هحط لها بقى السجق. الحشوه بقى اللي انت عاوزاها، عاوزه عندك تونه، عندك بسطرمه، اي حشوه بقى انت حباها حطيها عليها. اما انا هعملها النهارده ان شاء الله بالسجق واللحم المفروم. حد هيجي يقول لي كلفت؟ لا احنا بناكل صح ولا لا؟ احنا مش بنجيب فراخ وبناكلها في وقت واحد، وبنجيب لحمه بردك وبناكلها مره واحده، مش بنعملها على 50 مره يعني. كانك بالظبط عملت لهم اي اكله يعني، كانك عملت لهم اي طبخه. حتى اولادنا بيفرحوا بالحاجات دي اكتر من الاكل يعني. على قد ما نقدر بردك ما نحرمهمش من حاجه. كده هو. وتحطي بردك عليها الطماطم كده، بس مش كتير بقى عشان احنا كده كده عاملينها بطماطم اهي. المهم تكوني شايله قلب الطماطم عشان ما تنزلش اي سوائل في قلب البيتزايه. كده اهوت. حطي بقى جبنه، اي جبنه بقى نوع عندك جبنه حطيها. الجبنه اللي غليت قوي. هحط بقى جبنه موتزاريلا كده. نسيت احط زيتون. طب والله عشان تجيبها من بره بذمتك هيبقوا مليانها كده؟ لا بالعكس. وحاجه صغيره قوي كانت الاول ما شاء الله حلوه وكبيره وسعرها كان في المعقول، لما دلوقتي لا، الاسعار غليت قوي قوي. انت عشان تفكري تعملي بيتزايه او بيتزيتين لا يعني تجيبهم من بره هتلاقيهم غالي قوي. انا عندي لو بدل ما اشتري 2 لا اعمل بيهم 5 6 بيتزايات يعني. اهي كده اهو. هعمل بقى كل البيتزا بالطريقه دي، ولما تطلع من الفرن دي هوريها لكم. بس يا حبايبي خلصنا البيتزا اهو. انا عملت البيتزا كلها بالمقاس ده، هيعمل معاكي 6 بيتزايات بالمنظر ده. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ اهي حاجه بقى ببيتنا وجميله. تعالى اوريكم بقى شكلها من جوه عامله ازاي. اهي هتعمل معاكي 6 بيتزايات يعني الكيلو هيعمل معاكي نفس المقاس البيتزا ده. بصي الجمال وبصي الحلاوه. انا عاوزه اقول لكم العجينه تحفه تحفه تحفه. بس عامله ازاي؟ تعالي بقى اوريها لك من جوه شكلها عامل ازاي. بصي السوا عامل ازاي، بصي الجمال والهشاشه عامل ازاي من جوه. بصوا بصي الجمال، حاجه كده قطنيه وتحفه تحفه تحفه. جربيها بقى بالطريقه دي هتعجبك قوي وهتعجب اولادك. بصوا يا حبايبي البيتزا اللي احنا عملناها دي بقى اللي باللحمه المفرومه. بصي عامله ازاي وجميله ازاي، قطنيه وجميله. بصوا بصوا من جوه، بس انا عشان لسه مطلعه. بصوا اهم حاجه العجينه طلعت معاكي مظبوطه. البيتزا كلها مظبوطه. بصي عامله ازاي.
بصوا اهي، بصوا عامله ازاي، جميله وطريه وحلوه قوي. بصوا جربوها بقى بالطريقه دي يا حبايبي. بص الكيلو الدقيق عمل لنا ما شاء الله 6 بيتزايات حلوين. يعني الطبق ده، يعني مقاس الطبق ده. يلا بألف هنا وشفا يا حبايبي. لو وصلتوا لحد كده في الفيديو ما تنسوناش بقى في الاشتراك واللايك والكومنت الحلو كده زيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.